كيبدا الفيلم ديالنا فواحد المدرسة، الطلاب في وسط القسم كيلعبوا لعبة وماشي أي لعبة، كلشي واقف وما خصوش يتحرك حيت اللي غادي يتحرك راسو غادي يطير. اللعبة هي واحد الراس على شكل لعبة فوق المكتب، إلا عطاهم بظهرو يقدروا يتحركوا، ولكن غير يشوف فيهم خص كلشي يثبت، واللي تحرك مشى. هادشي ما كانوش فاهمينه وحتى واحد ما عرف شنو واقع. تصح ليهم واحد فيهم بلي خاصهم يثبتوا، ومن مور هاد الراس كاينه بطونه. كلهم فكروا بلي الا بركتي عليها اللعبه غادي تسالي، ولكن اللي ماشي مزيان هنا هو كاين واحد العداد، وهاد العداد منين غادي يسالي الوقت اللي فيه كلشي غادي يموت. هذا هو التفسير اللي يقدر يفهمو حتى لدابا. كلشي بدا كيجري وكيحاول يبرك على البطونه، ولكن حتى واحد ما قدر يوصل ليه. كلشي مات بقى غير شون وصاحبه، وكان باقي فيه غير 10 ديال الثواني ويكمل العداد. شون نقز من فوق صاحبه وبرك عليها قبل ما يكمل الوقت. هكا الراس وقف وما وقع ليهم والو، وحسب ليهم اللعبه كملات وفرحوا. ولكن شويه صاحبه طار ليه الراس ومات. ديك اللعبه علمات على الفوز ديال شون. ودابا خلونا نرجعوا شويه للور، ولكن قبل ما نرجعوا للور نطلب منكم تشتركوا في القناه. قبل من هادشي كله كنشوفوا جون وصاحبو داخلين للمدرسه، ودازت من حداه صديقته تشيكا اللي كانت كتعجبو بزاف. وصاحبو قال ليه انت باينه ما كتعجبهاش. فاش دخلوا للقسم دخل عليهم هذاك الراس، وبدات اللعبه بلا ما يفهم شي حد شي حاجه. وفي التالي شون هو اللي ربح. الراس قال ليه دابا خصك تقلب على القط. شون كيحاول يعرف شنو بغا يقول ليه، حتى دخلت عليه تشيكا وعاودت ليه شنو طرا. وحتى هما في القسم ديالهم تقلد عليهم نفس اللعبه، وهي اللي بركت على البطونه. وكلشي مات وبقات غير هي، وكانت كتبكي حيت حاسه بالذنب. شون حاول يعيط للبوليس، ولكن الريزو ما كانش. شويه جا عندهم هذاك الراس وقال لهم يكملوا اللعبه. بداو كيجريو في المدرسه كلها باش يهربوا، ولكن كاع البيبان مسدودين. حتى الجاج كان ضد الرصاص ما كيتهرس. مشاو للقاعه د الرياضه وفرحوا بزاف حيت لقاو صحابهم تما. غير دخلوا تسد عليهم الباب. شويه الارض بدات كتحل وطلع منها تمثال ديال القط كبير بزاف، وبدا كياكل فيهم واحد بواحد حيت لابسين اللباس ديال الفار. شون شاف واحد الكره ديال الحديد حتى هي فيها عداد، خداها باش يلوحها في السله، ولكن القط ضربها وبعدها. شويه شون فهم بلي القط كياكل غير اللي لابسين اللباس ديال الفار. وفاش قال لهم حيدوا اللبسه القط بقى غير كيشوف فيهم. بدا شون كيفكر كيفاش يخرجهم من هذا الشيء، ومشى لبس اللباس ديال الفار باش يشتت الانتباه ديال القط حيت كان غادي يهجم على تشيكو. وهنا عرف بلي هذاك اللي لابس هذه اللبسه كيقدر يسمع الافكار ديال القط، وعرف بلي القط كينعس الى قصتي له ظهرو. ومشاو كاملين طلعوا فوقو باش ينعسوه، تقدروا ينعسوه. شون بغى يرمي الكره في السله، ولكن واحد منهم سرقها منه بغا هو اللي يدخلها حيت خاف يكون نفس القانون ديال اللعبه اللي فاتت. شون ما بغاش وبداو كيتناقشوا ويتخاصموا. تما فاق القط وبدا كيهاجم فيهم عاوتاني. شون فكر باش يدير جوج ديال الكرات ويلوحهم في السله باش القط ما يعرفش اللي حقيقيه فيهم، حيت القط الوظيفه ديالو هي يدب على هذه الكره وما يخليهاش تدخل للشوكه. مشى شون تشيكو وجدوا الكرات وهو لاحها ولكن ما دخلاتش. هنا بان واحد الدري ودخلها، وهكا سالات اللعبه وربحوا. ولكن الاخرين خاصهم يموتوا حيت ما شاركوش في الدخل ديال الكره. هما يمشى قتل هذاك اللي ما شاركش حيت كيامن باللي اللي قوي خصو ياكل الضعيف، وهذه هي الحياه اللي كيعيشها. لقد طرش واحد الدخان من فمو حتى سخفو كاملين. وهنا كنشوفوا الاخبار وصلت للعالم كامل، وباللي حتى حد ما يقدر يدخل ولا يخرج من هذه المدرسه، واللي كاين فيها غادي يبقى محبوس فيها حتى تكمل الاختبارات ديال اللعبه. وباللي الملايين ديال الطلاب ماتوا والعدد كيتزاد مع الوقت. وهذا الشيء واقع فاش شافوا واحد المكعب دخل الغلاف الجوي وحتى حد ما عرف منين جا. وكلشي بدا كيقول بلي هادشي داخلين فيه الفضائيين. شويه فاق شون وكان لابس الابيض. جات عنده واحد البنت وقال له رانا عسنا 3 سنين متابعه، وحنا دابا في مكعب ما يقدر حد يدخل ولا يخرج، ولكن حنا كنقدروا نعرفوا الاخبار ديال برا حيت كاينه التلفازه هنا، وغادي يبقاو هنا حيت مازال ما كملات اللعبه. حاول شون يحل الباب ولكن ما قدرش. شويه دخلوا 4 ديال الشخصيات بحال النفاخات الطيارين، جاو باش يقولوا ليهم بلي الاختبار الثالث غادي يبدا وغادي يكون صعيب بزاف على اللي فاتوا. واللعبه هي غادي يدور عليهم بواحد بواحد وبداو يغنيو. وفاش يوقفوا الغناء خاصهم يعرفوا شكون الشخصيه اللي موراهم، ولكن غادي يكونوا مغمضين عينيهم. بدات اللعبه باول واحد غمضوا ليه عينيه وبداو كيدوروا ويغنيو فوقو، ولكن الدري غلط وما جابش الجواب الصحيح. طلقوا عليه ليزر في راسو اللي خلاه بقى كيضرب في راسو حتى مات. هنا جات نوبه واحد البنت غمضات عينيها حتى هي وبداو كيغنيو حتى وقفوا، وحتى هي ما قدرتش تجيب الجواب الصحيح وما عرفاش شكون. طلق عليها حتى هي الليزر في راسها وبدات كتفتح رجليها بالجي حتى بدات كتهرس بعد الله وبقات كتحل حتى ماتت. وهكا كنعرفوا بلي هذا الليزر كيخلي هذوك الشخصيات يتحكموا في الحركه ديال الشخص، وهما اللي كيختاروا الطريقه باش يموت. جات النوبه ديال شون وحتى هو نفس الشيء داروا به، ولكن هو قدر يعرف شكون وراه حيت عرف كيفاش يحسب السرعه ديال كل واحد فيهم. وغير عرف شكون وراه تفرقع وطاح منه ساروت كبير ومشى فتح بيه الباب اللي تما ومشات معاه البنت. هنا شافوا واحد الطالب جاي كيجري جيدهم وشد ليهم في يديهم وقال لهم بلي خاصهم يبقاو مشادين حيت الشخصيه اللي تابعها كتقتل اي واحد غادي بوحدو.
وغير مشى هربوا. شون تلاقى بتشيكا مرة أخرى، شوية جا زلزال كبير وبان ليهم واحد الراس كبير بزاف فيه 7 ديال البلايص ديال السوارت، وهما كانوا غير 6 ديال الطلاب ولكن كان عندهم غير 3 ديال السوارت. شوية دخل أماي وجاب معاه السوارت اللي بقاو، ولكن كان معاه طالب آخر فقتلوه باش يبقاو غير 7 قد السوارت اللي في الراس. وفعلا داكشي اللي داروا، وكل واحد فيهم دخل صاروت في الراس، وهكا ربحوا كاملين ودازوا للمرحلة اللي موراها. شوية كل واحد البلاصة كلها تلج، بان ليهم واحد الدب من التلج كبير، وبدا كيقول لهم التكليمات ديال اللعبه الجديده واللي ما خاصهمش يكذبوا عليه حيت ما كيحملش الكذوب. غادي يسولهم وخاصهم يجاوبوا بصراحه، واللي كذب غادي يقتلوا. اول سؤال سولهم كان شنو هي الاكله المفضله ديال كل واحد. كلشي جاوب، ولكن الدب حس بلي شي حد فيهم كذب، تعصب عليهم وقال لهم شي حد كذب وانتم خاصكم تجبدوا عليا بجوج ديال الدقائق ولا غادي تموتوا كلكم. بدا كلشي كيلوح اللومه على الاخر، وفي التالي عرفوا الكذاب حيت قال ليه كنبغي الخضروات والخضروات ماشي وجبه، وفي البلاصه قتلوا. الدب داز للسؤال الثاني وسولهم واش كتبغيو شون. كلشي قال كنبغيوه. الدب قال لهم كاين فيكم اللي كذب. بداو كيتناقشوا باش يعرفوا شكون اللي كذب. تشيكا قالت بلي اماي اللي كذب حيت ما كيبغي حتى واحد من غير راسو وكيقتل اللي لقى باش هو اللي ربح، ولكن كلشي اتفق باش يكذبوا تشيكا حيت ما عمرها شافت شون وقالت كتبغي. شون حاول يرفع عليها التهمه حيت تشيكا ظريفه، ولكن بلا فايده. الدب قتلها. شون تعصب وبدا كيغوت على الدب وكيقول له انت اللي كذاب وخائن. الدب تعصب وبدا كيتبدل له نفطه ولا كحل وغبر من قدامهم. شويه لقاو راسهم في بلاصه واحده اخرى، وهنا فين غادي يكملوا اللعبه الجايه. خرجوا عندهم واحد 3 ديال اللعبات صغار وبداو كيعطيوهم القوانين ديال اللعبه. خاص 4 منهم يتخباو والخامس يقلب عليهم، وهذا الخامس هو اللي غادي يتسمى الشيطان، وخاص يشدهم باش يدخلهم للحبس، وإلا قدر يشد 3 منهم هو اللي غادي يربح. هذوك 3 اللي لقاوهم الشيطان غادي يبقاو في الحبس، والرابع اللي ما شدوش هو اللي يقدر يخرجهم من الحبس الا قدر يضرب واحد اللعبه، ولكن غادي يخصو يضحي الا بغى يعتقهم حيت هذيك اللعبه كتفرقع في البلاصه واكيد غادي تقتلو. وهنا بدات اللعبه والشيطان غادي يكون هو اماي. مشى كلشي كيجري باش يتخبى، ولكن اماي كان ذكي عليهم وقدر يشد 3 منهم ودخلهم للحبس، وبقى شون هو اللي ما تشدش ليه. اماي كان ضامن الربح ديالو، وشون غادي يختار يشوف كيفاش يعتق صحابو ولا يبقى في بلاصتو حتى يسالي الوقت. شويه شاف واحد اللبسه ديال الحديد وقرر يلبسها باش يمشي يضرب العلبه حيت تقدر تحميه. خرج شون وهو ما قدرش يزيد بها، شدو اماي وما خلاش يوصل للعلبه، ولكن الخطه ديال شون كانت في شكل واحد اخر حيت كان باغي يربط اماي بواحد السلسله حيت عرفوا غادي يحبسوا، وفعلا قدر يشدو وركز من السور باش يبعدو على بلاصه ديال العلبه، وطلع بالزربه باش يضرب العلبه. ولكن كان اماي حل راسو من السلسله ومشاو بجوج كيجريو جهه العلبه، وقدر شون يضربها. كلشي كان كيتسنى فيها تفرقع، ولكن لحسن الحظ ما تفرقعتش. وهنا بانوا الشخصيات وقالوا لهم بلي كلكم ربحتوا من غير اماي، وهذه اللعبه ما كانش فيها القتل وهو غير اختبار ديال الثقه وصافي. شويه هذوك الشخصيات تحلوا كان فيهم كلاص وطلقوا الالعاب الناريه كاحتفال، وغير كلاو من هذاك الكلاص طلع لهم العود ديالهم مكتوب فيه بلي اللي عنده العود غادي يموت، وفعلا تقتلوا كلشي من غير شون واماي. وكان هذا هو اخر اختبار ديالهم، تما خرجوا بجوجهم من هذاك المكعب، وكان العالم كامل كيسين فيهم وفرحان حيت قدروا يخرجوا. ولكن شون دخل في واحد الصدمه حيت ماتوا الاصدقاء ديالو كلهم. وهنا تسالى الملخص ديالنا، وما تنساوش تفرجوا في الملخصات اللي فاتوا وتشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد ديالنا.